السؤال ده كان في 2025، وعشان نجيب الحد الاوسط لازم نجيب قيمه النون. وعشان نجيب قيمه النون احنا هنجيب النون بسطر من غير ما اكتب الحد العام ومن غير ما افك المساله. خلي بالك معايا، النون هنا هتساوي او عايز س اس 12 هتقسم الاس اللي هو عايزه على اس س اللي عندك 3 زائد عايز ص اس 20 هتقسم 20 على الاس اللي عندك 2 هتطلع هنا 4 زائد 10 هتدي لك 14. كده انا جبت النون من غير ما افك واجيب الحد العام، وهوريك ازاي القانون ده جبناه واثباته ازاي. طالما انا جبت النون هو عايز الحد الاوسط، يبقى رتبه الاوسط هي عباره عن 14 على 2 زائد 1 7 زائد 1 هيدي لك 8. اذا الحد الاوسط هو الحد الثامن من غير ما اعمل خطوات خالص. نفس السؤال كان السنه اللي فاتت استرشادي، بس هنا كان عايز الرتبه، وهوريك برضو ازاي تجيب الرتبه من غير ما تعمل خطوات الحد العام. السؤال ده مدي لك ص اس 3 زائد س اس 4 لكل اس ن. عايز قيمه الكاف. انا عشان اعين قيمه الكاف محتاج النون والر. النون زي ما اتفقنا هناك هنجيبها، هو عايز س اس 12 هقسم 12 على قوه السين اللي هنا 4 ص هنا اس 12 على قوه الصاد هنا 3 12 على 4 تدي لك 3 12 على 3 4 تطلع 7. كده انا جبت قيمه النون مباشره. طب الر هتجيبها ازاي؟ خلي بالك معايا في الر، هتاخد الحد الثاني مش الاول. الثاني عايز س اس 12 روح جاسم اللي هو عايزه 12 على الاربعه تطلع 3 يبقى الر ب4. جبت النون وجبت الر. الكاف هي عباره عن 7 ق 3 هتجيبها تطلع 35 ودي الاجابه بتاعتك. لو عايز تعرف القانون طلعناه ازاي خلي بالك معايا، ادي س اس ا زائد ص اس ب لكل اس ن مطلوب الحد المشتمل على س اس م ص اس ك. بس خلي بالك السؤال ده لازم يكون س وص رمزين مختلفين. هنجيب الحد العام، بعد كده هتبدا تشتغل بالحد العام ص اس ب ر س اس ا ن ناقص ا ر هساوي الاس بتاع الصاد مع الصاد وهطلع منها الر هتساوي ك على ب. نفس الفكره هاخد السين اس م س اس ا ن ناقص ا ر هساوي الاس بالاس واعوض عن الر اللي هي ك على ب وابدا اعوض واطلع القانون. في الحاله دي انا كده جبت الصوره العامه. ببساطه كده لما ادي لك الصوره ديت وعايز منك الر هتقسم الحد الثاني اللي مطلوب منك ك على الاس بتاع الصاد يدي لك الر. لو عايز النون هتقسم السين على القوه بتاعت السين اللي جوه القوس، الصاد الاس بتاعها على قوه الصاد، اجمع دول يطلع لك النون. وده كده في سطر تقدر تطلع النون والر.